ده طبعا تمام. عشان ده مدخل الشقه في جميع الادوار فعمره. احنا طبعا في المكان هنا يا جماعه بنلف فيه عشان نشوف ايه مشاكله. للاسف لقينا شروخ. انا طبعا ببقى رايح مش عارف في ايه، لكن هو الراجل قال لي للاسف الشروخ دي اترممت قبل كده في السقف وللاسف بعد 6 شهور حصلت فيها شروخ تاني. فانا استغربت، يعني احنا بنرمم للناس مثلا او بنشرف على الترميم من 20 و25 سنه، ما حدش رفع السماعه واشتكى الا اذا كان صاحب المكان بيقول الدنيا هنا اتبهدلت وشرخت تاني. طب حضرتك برضو الطرقه هنا برضو زي ما انت شايف كده. السقف كله مشرخ برضه هنا. مشرخ. ده وده اللي اترمم بس في الايه. ده اترمم قبل كده برضه. طبعا. وشرخ تاني. ده تمام تمام. هنبص بقى على المخزن دلوقتي. ولعوا كده. طيب مش في ليه باب؟ لا في الناحيه الثانيه بقى. نخش على البيت من بقى من ايه. نخش له كله. احنا مش هنمشي من هنا الا لما انت تقول خلاص ما عنديش حاجه. تمام. الجزء اللي فيه الشوك. لا هو ما فيش شوك هنا خالص. هنا انت في بلكونه هنا. في بلكونه اهي طالعه بره. هو السقف كله عايز يترمم صح من جديد. لا ما فيش شرخه بقى هنا هنا. طيب دي السوكه بتاع العمود، لكن الشرخ ده السقف. السوكه بتاع الكاميرا ده السقف. دي سوكه الكاميرا. دي كده الكاميرا، سقوط الكاميرا هنا. ده كده السقف. حديد السقف اللي في الدور ده جوه مصدي بالظبط. هو حضرتك بايظ. ما انا فاهم ما انت ما لقيتني انا بشاور لك على ده على السلم، يبقى السقف اللي جوه برضه. لا انا سمعت حلقه لحضرتك كنت في شرخ ده يعني هي الحلقه اللي جبت المعلومه. طبعا الحمد لله. تستفيد من القناه. طبعا. امال ايه والله. انا كلمت حضرتك قبل كده على القناه وقلت لك انا عامل شبكه ولحمتها. فحضرتك بس انا مش بخش اصلي على التعليقات والحاجات دي. لا انا كلمت حضرتك على كلمتني تليفون. لا كلمتك فيديو. بس رديت يعني. كلمتك فيديو وكلمت دخلت فيديو على التيك توك. والله. طيب ورديت عليه كويس يعني. طيب الحمد لله، يعني انا برد على الناس كويس. لا ما انت راجل محترم يا باشمهندس. لا طب عايزين نشوف السقف جوه. طيب ماشي هنشوف هنا الاول بعدين. ماشي زي ما انت حابب. ماشي جديد. طب كويس. بس انت في سطح، ده السطح. لا في دور تاني. دور لا بس جابها لهم كده. طب خلاص يعني. بس اهم انا عايز بس ايه تحمل اخر دور من المطر. انا هوري حضرتك دلوقتي. ده اتعمل بعد ده بحوالي 10 سنين. والله يعني ده كان سطح بالظبط متساب، وكانت الشقه دي بس اللي متقفله بالظبط كده. وجيت عملت ده بعديها ب 10 سنين. تمام. طبعا اللي جوه ده شبع مطر لما استوى عشان كده باظ. طبعا. فطبعا هنا ايه السقف ده مسمع برضه اهو. ما هو ده مسمع طبعا عشان الحديد اللي تحت. بالظبط كده كله لازم يتغير. طبعا. كل ده السقف ده اللي تحت ده لازم يتغير، البلاطه اللي تحت كلها. طيب هنا بقى خلي بالك من الحمام والمطابخ والبيت. هنا فوق سطح مفيش. ده سطح ده. هي المشكله هنا ليه ظهرت كده. احنا عايزين نخاطب الناس يا هندسه ونقول لازم اخر دور اجباري لازم يتعزل. اخر دور حتى لو انت عندك هتبني بعد سنة 2 3 10 ادوار، اعزل واصبر، ولما تيجي تبني بلط عادي وغطي على العزل، على الاقل يبقى عندك دور كامل معزول. لما تيجي تأسس السباكة والصرف والحاجة بتاعتك انت عاملها على عزل. اخر دور عند الناس كلها من بكرة، مش بينا احنا، باي حد، بس اعزل عزل صح. وهو حد يستخدم بتومين او يستخدم خشم قطره، لان كل الحاجات دي بتسيح مع الشمس وبتطقطق وكانها مش موجوده وبتعدي الميه. يا بنعزل كيميائي يا بنعزل انسومات، بس الانسومات بتبقى ليها مراحل كتير لازم تتعمل فبتصرف. اللي عايز يصرف يتعمل، اصرف براحتك، بس تحط فوم بقى وتحط بلاط وتعمل بربقه وتعمل جرجوري، ولازم سيادتك تعمل ميول واوتار ودنيا تانية خالص. لكن هو بقى الاسرع دلوقتي في السوق وبيعيش وبيقعد كام سنه هو العزل الكيميائي عشان ما يتسببش في صدر. تمام. طبعا هو ربط، كان في نسيخ طلع من السقف القديم. ربطه بالسقف الجديد. طبعا يعتبر مفيش ايه يعني حديد قديم مع حديد جديد.
يعني الجزء ده انت خدت بقى حضرتك؟ فاهم. هنا الكاميرا برضه ايه عملت ايه؟ شرخت برضه اهي، جايه كده اهي كده. شرخت. دي الكاميرا نفسها. ما هو بص، لو اتعملت الشقه اللي جوه دي، المنطقه دي هتتظبط. الشقه اللي جوه دي لو اترممت هيجي يظبط لك الجزء اللي هنا ده عشان ما ينتشرش في الشقه دي. تمام. فهمت قصدي؟ تمام. طيب هنا برضو وتعرض المطر فوق اهو. الجزء الجنب مش متغفي يعني؟ مش متغطي، مش متغفق، مش متغطي. فانا شايف الضوء اهو، فطبعا اكيد المطره بتنزل على السقف ده من هنا كده، فطبعا الجزء ده عايز يتعمل. انا حضرتك ده ليه كده عامل كده؟ طب ما نطلع فوق برضه. كانوا فلاحين. تيجي نطلع فوق. هم كانوا فلاحين وعاملين فرن فلاحي. فرن يا رب فوق هنا في الحته دي كده. ما يتعملش على سقف خرسانه طبعا، بيطفوه بيغرقوه ميه. بالظبط كده. طبعا هي اللي عملت كده في المكان ده. وده الشرخ ده نتيجه هبوط ولا نتيجه سقف؟ سقف تحت. سقف اللي تحت. تمام. عشان دي حوائط حمله كلها. عشان دي حوائط حمله كلها، والحوائط الحمله هو بيحاول ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل شويه خرسانه عاديه كده على الحيطه. فطبعا مع الديفليكشن اللي بيحصل في السقف هنا من صدأ الحديد، بيبتدي يأثر على الكاميرا اللي هي الخرسانه العاديه، تشعيرات غير ملحوظه بالمره، يظهر معانا الشروخ الخفيفه اللي انت شايفها حضرتك دي. حاجات كلها كده خفيفه مش باينه خالص، بس بتبان معانا شروخ تخض وتخوف الصدأ اللي تحت. تمام. عايزين بس نفهمكم ان طبعا شويه المشاكل اللي انتم شفتوهم معانا ولفتوا معانا فيهم كان اسبابها 1 2 3. ترميم خاطئ، الجزء الثاني ان في سطح ما اتعزلش وده غلط برضو. الحاجه الثالثه ان لما جه غطى السطح غطاه بصاج، والصاج عمل احتباس للحراره جوه، فطبعا ده بيأثر على الخرسانه، لان ما تديش درجه حراره عاليه للخرسانه بالصوره اللي احنا شفناها فوق، لان طبعا الخرسانه بتتمدد وتنكمش بالحراره، فلازم يتعزل الصاج ويتعزل الخرسانه عشان ترحمه هو هنا من درجات الحراره. اشكركم وارقاكم في معلومه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.